السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر: بسم الله الرحمن الرحيم. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فايه هم يا ترى الظلمات الثلاثة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضعنا جواهم في اول الخلق؟ مبدئيا لازم تكون فاهم ان كلمة ظلمات ذكرت في القرآن في اكثر من موضع وباكثر من معنى. جاءت في بعض المواضع بمعنى الازمات والشدائد، كقوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وفي مواضع اخرى جاءت بمعنى الضلال، كقوله تعالى: يخرجكم من الظلمات الى النور. فهل بقى معنى الظلمات الثلاثه هنا الازمات والشدائد، ولا معناها الضلال، ولا ليها معنى ثالث غير المعنيين دول خالص؟ هنا بيجي دور العلم اللي بيوضح لنا موضع جديد من مواضع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى أشار لنا منذ نزول القرآن إن الإنسان في أول خلقه بيكون متحوط بثلاث أنواع من الظلم، أو ثلاث أماكن مظلمة. وبالفعل نيجي بعد كده مع العلم نكتشف إن الإنسان وهو بيتكون كجنين في بطن الأم بيكون متحوط بثلاث جدران، كل جدار منهم بيعتبر مكان مظلم ومقفول عليه. أما الظلمة الأولى فهي ظلمة الغشاء الجنين، وده غشاء بيحوط الجنين علشان يعمل له بيئة مناسبة وملائمة ينمو فيه. والظلمة الثانية هي ظلمة جدار الرحم، وده المكان في جسد المرأة اللي بيكون معد ومهيأ لاستقبال الجنين علشان ينمو جواه. أما الظلمة الثالثة فهي ظلمة جدار البطن. وبكده يكونوا فعلا ظلمات ثلاث، يعني ثلاث أماكن مظلمة بتحيط الجنين في وقت تكونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والحمد لله على نعمه الكثيرة وآلائه المديدة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا بك علما. أنا دكتور مصطفى رحانة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات الجاية، وشير الفيديو علشان تاخد ثواب نشر العلم. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.